كاين اما الحريره اما حسوه، وكاين الشاي، كاين التمر والماء طبعا باش كنفطر، وكاين فواكه الهنديه الكرموس فقط. يعني بعض المرات قليل فين كنصوب انا كنعدل راسي هذا الجبن البلدي ولا اللبن البلدي، يعني الجبن قليل هكا ملي كان سميتو. ولكن ما كان الاكل بسيط بحال في السحور نشويات، خبز وزيت مع الشاي مع سميتو صافي. نعم. ملي كنتعرض كناكل. كاين اشياء ما كناكلهاش، ولكن علينا اداب الضيافه ان كناكل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اعجبه الطعام ياكل، واذا لم يعجبه لا يعيبه، لا ياكل ولا يعيب. ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه عاب طعاما يعني عند شي واحد. كاين مشروبات ما كنشربهمش، كاين مأكولات ما كناكلهمش، كاين بعض اشياء ديال الطبخ حتى هي ما بقينا غير مع العراضه. فالجسم خلق الله سبحانه وتعالى يقاوم ديك العراضه. نعم، عنده واحد القوه، ولكن يقاوم مره ومرتين، ولكن ما يقاومش 10 مرات و15 في يعني ما تكونش عاده حنا عندنا في الدار. نعم. كاين الناس الى نقصوا قد ما نقصوا من الاشياء الخارجيه. نعم. الاشياء اللي ما خلقاش الله سبحانه وتعالى في الطبيعه، الاشياء اللي يصنعها الانسان، بحال التمثيل الكيماوي، بحال هذا المشكل ديال المضادات الغذائيه، بحال هذه المسائل هذه ما مخلوقاش في الطبيعه. هذه الجسم لا يعرفها ولا يتعرف عليها، فهي من صنع الانسان. الى الناس تفادوا مثلا 15 مضاف غذائي وبقاو مع واحد وجوج ماشي مشكل. الى تفادوا المضافات والمكونات ديال الطبخ بحال البيروكسيدات والميلانويدات وبقاو غير مع المبيدات، ولا بقاو مع النيترات، ولا بقاو مع سميتو، عليه الجسم يقدر يعني يقاوم. طيب، ومن الفطور ما كاينش العشاء؟ لا ما كاينش العشاء. في الليل عندي شاي، ماء على الخصوص، كنشرب ماء بكثره، شاي. كاين الفواكه كذلك، كناكل فواكه في الليل. عصائر لا طاريه ولا غنيه. لا عصائر لا، كناكل الفواكه كلها تتغسل نعم. مزيان حتى السحور جيد، حتى السحور. وكنعس في الليل، يعني السحور اش تاخذ؟ المده ديال النعاس ديالي هي 3 ساعات، من بعد السحور ساعه ونص تقريبا، من بعد السحور ساعه ونص، لان من 3 ونص تقريبا حتى ل5 ونص، يعني 6 كنكون فايق. واش كتاخذ في السحور؟ نشويات. انا تكلمت نشويات، زيت زيتون، خبز، زيت زيتون، حاجه. نعم. وبعض المرات البندق، هذا المرمز، البندق ديال الشعير، هذا الشعير الخضر اللي سميتو عليه، كيحمصوه وكيتطحن، كنسميوه في المغرب البندق، مع اللبن البلدي، ولا بندق مع زيت الزيتون، ولا بندق مع شاي، يعني هكذا، يعني مباشره، لانه هو كيخصو يتخلط بالماء باش شويه يتبلل بالماء باش يتكال مزيان، لان ملي كيتكال هكاك ناشف كيلصق في الفم، وهذاك الشيء كتعطل في الاكل ديالو صافي فقط. اما هو جيد. ولكن عموما يعني عموما الكميه ديال الاكل في رمضان الحمد لله هاد السنه كل عام كنتحسن في الاكل. هذا العام ما كنفوتش تقريبا 500 حتى 600 غرام في الفطور. فيها كل شيء، يعني فيها الشاي، فيها الحريره، فيها كل شيء، يعني فما خصش الناس يوصلوا يعني الاكثر من 600 غرام. الا كانوا الناس يفطروا 350 غرام يكون احسن، لان باش المعده تبقى لا معروفه. زلافه ديال الحريره غادا تكون فيها 200 غرام 250 غرام، الا كانت كبيره فيها 300 غرام. يعني كاس ديال اتاي فيه 50 ملي، غتكون فيه 40 50 ملي، ولا 2 كيسان كاع تكون فيه 50 غرام، يعني هكذا. يعني بحال يعني بيضه مثلا فيها 25 غرام ولا 20 غرام. بحال شحال قلتي ما خصوش يفوت؟ خاصوش يفوت 300 غرام 300 غرام 350 غرام جيده. جبانيه ديال الحريره، وبغريره، وكاس ديال اتاي، وبيضه مسلوقه، و7 التمرات، ويعني 2 ديال حبات الفواكه مثلا، خوخه، ولا 2 هنديات ولا 3 ولا حاجه، صافي. بقى كنظن هذه هي الكميه اللي غتعطيك 350 حتى 400 غرام. 400 غرام جيد، يعني ماشي مشكل. ولكن فوق 400 غرام المعده كتولي في حرج، يعني كتولي في حرج. هذيك هو الوزن ديالها حتى ثقيل في المعده. اكيد، لان العجائن بعدها هي في المغرب كثيره. عندنا اللي معروف هو خبز الدار، هذا المخمر، خبز الدار العادي. ثم كاين هذا المخمار البطبوط اللي كنسميوه البطبوط، كل واش تيسميه يعني، ولكن البطبوط هي اسم معروف في المغرب يعني بالدارجه. كاين البغرير كذلك، يعني تسميه معروفه. هذو اشياء خامره، هذه الخبز ديال الدار والبطبوط والبغرير كيكونوا خامرين، هذو مزيانين للهضم، كاينش مشكل. وكاين الاشياء اللي ما كتخمرش، اللي منها الرزيزه، رزه القاضي هذه، ومنها الرغيف مسمن، هذو ما كيخمروش، يعني هذو شويه يعني العسر الهضم ديالهم غادي يكون عسير جدا. وعاد لكن مازال بعد العجينه اللي مدلوكه بليد بعد راه مزيانه جيده، هي احسن من العجينه اللي مخمره يعني معجونه بالاله. وهذا الخبز ديال الدار كيلاحظوا الناس على ان
يعني العجين ديال اليد، العجين ديال اليد كيعطي خبز احسن، ما كيقدامش. وهذا المشكل ديال الخبز، التقادم ديال الخبز في امريكا كانوا يعني تعملوا عليه ابحاث في الجامعه، يعني هذه البرود ستايلين ولا البرود ستايلين، يعني الخبز كيقدام دغيا، يعني واحد الفتره كيرطاب، واحد الفتره من بعد منها كيقصح، كيولي صلب جدا. فهذا الخبز اللي خامر، الخميره الروميه احسن اللي خامر بعدها، اللي خامر احسن من الخبز اللي ما خامرش. والخبز اللي خامر بالخميره البلديه كيتهضم احسن، وكي ينشط البكتيريا الصديقه في القولون، لان هذه البكتيريا اللبنيه البروبيوتيك، البكتيريا اللبنيه. والخبز الحامض اش فيه الخمائر يست، هذو لي لوفير، وفيه البكتيريا اللبنيه اللاكتيك اسيد بكتيريا. فيه جوج الانواع. الخمائر كتنفخ الخبز، علاش؟ لان كتعطي ثاني اكسيد الكربون، كتعطي هذاك الشكل الاسفنجي للخبز، كيتنفخ كيولي رطب. هي اللي كيضربوا النساء، كيضربوا الخبز بيديهم كيشوفوا واش طلع، يعني طلع يعني تنفخ. وكاين البكتيريا اللبنيه هي اللي قويه في التغذيه. البكتيريا اللبنيه اقوى من الخمائر، لان الخمائر ماشي مهمين في التغذيه. البكتيريا اللبنيه كتحمض الخبز، كتعطي حمض لاكتيك، كيحمض بي اش ديالو كتهبط على 4. وكاين في نفس الوقت هذه البكتيريا اللبنيه كتحل في حمض الفيتيك. وهذا الاي بي 6 يعني الانوزيت والاكزافوسفات، هذا الحمض الفيتيك هو اللي كيشد المعادن. جزيئه وحده ديال هذا الحمض الفيتيك كتشد 3 المعادن، يعني قويه جدا. يعني جزيئه وحده كتشد 3 مرات الكالسيوم، ولا 3 مرات الحديد، ولا 3 مرات المغنيسيوم، يعني ما تخليهش يمشي في الامتصاص. بمعنى ان الخبز مخمر بالخميره البلديه هو الامتصاص ديالو 100%. وهذا الشيء علاش الناس في البوادي كانوا كياكلوا غير الخبز بوحده، ما كانش عندهم انيميا، طبعا ما كانش عندهم فقر الدم ولا نقص في الكالسيوم ولا اي شيء. فهذا الخبز بالخميره الحامضه، وننصحنا للنساء ما يدوروش الحليله بالدقيق يعني خصها تكون خامره الحليله، يعني هما كيجريو هذيك العجينه ديال الدقيق وكيطلقوها في البرمه باش يدوروا الحليله. من الاحسن كان يخمروها بالخميره الحامضه، تكون حامضه. يعني المغاربه كانوا كيعرفوها بالحليله الحامضه، غير دابا ولات حليله هكذا، يعني مع اللوغو ديال يعني المذاق ديالها ماشي هو. لا علاش؟ لان لو كانوا النساء يعملوها بالخميره الحامضه لكانت يعني الاهميه الغذائيه ديالها كتضرب في 3 أو 4، كتكون ضعفين الاهميه ديالها، يعني بالنسبه لهذا الدقيق اللي كيعملوه النساء وكيدوروا به الحليله، وعاود كيزيدوا الحامض ولا كيزيدوا الخل ولا حاجه باش تحمض الحليله. يعني كانت العجينه ديالها حامضه ما محتاجاش حاجه، حتى الطماطم ما محتاجاهمش. هذه الحليله الحامضه ما تحتاج طماطم الا كانت مخمره بالخميره الحامضه، يكون فيها كركم، يكون فيها بعض التوابل، الحمص والعدس، يكون فيها القزبر والمعدنوس والمسائل، وكتكون هائله. يعني هي جيده للنساء. هذه الخميره الحامضه جيده للنساء، لان هي اللي الخميره الحامضه كتنقص بعدا من الشحوم، وكتنقص من الكوليسترول، لان حمض الفيتيك ملي كيتحل طبعا حنا كنعرفوا هذا العامل ديال البروبيوتيك شنو كيعمل. وعامل البروبيوتيك هو اللي كيراقب الكوليسترول في الجسم. دابا الكوليسترول اللي طالع عند الناس ماشي الكوليسترول من التغذيه لانهم كياكلوا اللحم، الكوليسترول اللي عند الناس طالع هو من خلل فيزيولوجي، هو من بكتيريا اللبنيه، من بكتيريا القولون اللي ولات النشاط ديالها قل. علاش؟ لان فيها جزيئات كتقتلها، بحال المبيدات، بحال البيروكسيدات، بحال بعض الجذور الحره اللي كتخلف من الهضم. يعني البكتيريا اللبنيه دابا كان الله في عونها، لان ما عندهاش شي حاجه تنشطها، واللي كينشطوها قلال، لانه حمض الانيوليك، يعني هذا السكر الانولين هو اللي كينشط هذه البكتيريا. مع الاسف يعني حمض الانولين ما كايناش في الطبيعه كثيره، كاينه في البطاطا الحلوه، بطاطا القصبيه، كاينه في القرعه وشويه في اللفت، كاينه شويه في الهندباء، هذو يعني هذه لي زونديف. ولكن يعني كيبقى هذه الخميره البلديه عندها اهميه، لان الدول الاوروبيه رجعت لهذا الخبز الحامض، يعني ساورداو. وفي امريكا معروف هذا الساورداو، معروف واحد الخبز عندهم في امريكا تسميه سان فرانسيسكو بريد، الساور بريد. هذا الساورداو معروف، يعني هذا هو سميتو خبز سان فرانسيسكو، هذا معروف كيسميوه هذا. وهذا الخبز سان فرانسيسكو هو الخبز اللي كان في المغرب من قبل، يعني الخبز حامض. غير هما يو شود لايك، تيقول لك خصك تبغيه بعد عاد تاكله لانه حامض، يعني ماشي سهل باش تاكله. فهاد المسائل ديال الخبائز باش نفرقوا للناس ما بين الحاجه اللي خامره ناولوها في الفطور في السحور، ما كاينش مشكل. فكره دكتور على كيفاش نصوبوا هذه الخميره بلديه؟ لا عليا هي الدقيق الا تخمر. احنا في اللابوراتوار العينات كنا صوبنا، يعني عدلنا يعني من روسنا في المختبر، كنا كنعجنوا الدقيق الكامل، دقيق القمح اللي بغى يخلط بالشعير جيد، كنخمروه ونخليوه تيحماض، كنخمروه ونخليوه تيحماض باش نعرفوا حماض، لان هذو الحموضه ديال الخمائر مثلا الخميره كتعطي الايثانول.
لابد من الكحول في التخمر ديال الخمائر، لابد ما كاينش خمائر ما كيعطيوش كحول. فهذا الكحول كيتحول للحمض الاسيتيك، الخل هذا كيتحول للحمض الاسيتيك، وحمض الاسيتيك كيجلب ليه ذبابه الدروزوفيلا. لما ملي كيشوفوا هذيك الناموس، واحد الناموسه صغيره هي ذبابه الدروزوفيلا هذه، ملي كيشوفوا هذاك الناموس مجموع على ديك الخميره، هذا دليل على انها احمضت، على انها خميره ولات خميره بلديه، لانها وصلت لذاك المرحله ديال الحمض الاسيتيك. فهنا كتولي تخمر صافي. ملي كيتجمع على الناموس هي جيده يخمروا بها ويخليو جمع الناموس اللي عجنوا. لا الدروزوفيلا ما كيديروها، الناموس ما كيديروها. الدروزوفيلا كتكون في الخل، كتكون في الفواكه، هي سميتها ذبابات الفواكه. هي هذه الدروزوفيلا هي ذبابات الفواكه. في المكان الفواكه حاليا هي اللي كنشوفوها مثلا في الخوخ، اللي كنشوفوها مجموعه ملي شي فاكهه كتخمج كتكون مجموعه عليها. هذه كتعطي، هذه هو مؤشر، هذا الدروزوفيلا بالنسبه لنا حنا مؤشر على ان كاين تحمض، يعني كاين هذه فيرمونتاسيون اسيد. يعني هذه العيالات يعجنوا العجينه ويخليوها تتحمض فقط، يديروها في شي اناء يسدوا عليها كاع ماشي مشكل، ويخليوها تتحمض ويخمروا بها، ويخليو طرف يخمروا به في اليوم الغد. غير الخميره البلديه من الاحسن يعجنوا في الليل، العيالات يعجنوا في الليل باش مع الصباح تاخذ الليل كله، لانك تاخذ وقت، هي كتاخذ 8 ساعات، تاخذ الليل كله باش تحمض، وفي الصباح يخبزوا ولا يقدروا يحيدوا شويه من داك العجينه الجديده. عاوتاني يعجنوا يحيدوا شويه، يخليوا منها الغد، وتتبقى دائما عمليه مستمره في كل عجينه. هذه نفس الطريقه اللي كانت في جميع الدول، ماشي في المغرب، كانت حتى في اسبانيا، كانت في امريكا، كانت في اوروبا. هذه هما اللي تسميوها يعني هذه السبونج، هذه تسميوها كلها واش تسميوها، كيسميوها الفيرمنت ولا يسميوها السبونج ستارتر ولا تسميوها ساور داو ستارتر ولا حاجه. هذه كانت معروفه، الخميره الحامضه كانت معروفه ومعروفه في الناس هذه يعني. طيب نرجعوا حنا للخبز ديال الفران العادي. دابا ولينا كنشوفوا كيطيب حتى في الدار، هو اللي كنفطر به انايا في الدار مثلا. كاين اللي كيستعمل الفران هذاك الكبير العادي اللي فيه العافيه، وكاين اللي كيستعمل ديال الضو. نعم. انت شنو كتنصح؟ ديال الضوء احسن، اولا الفران ديال الزنقه. ديال الزنقه يكون احسن، يعني ديال الحطب ولا ديال الضوء يكون احسن. ولكن الغاز مع الاسف، لان هذا الفرن ديال الغاز كيكون فيه لهيب، كيكون احتراق لهيب تماما. نعم، ما خاصش يكون لهيب يعني مع الاكل، لان يعني اللهيب كيعطي هذوك منتوجات البيروليز، وهذه المنتوجات ديال البيروليز كيمصهم الاكل، يعني يكون خبز ولا يكون سمك ولا يكون اي حاجه موضوعه في الفرن، كيمتص هذوك المنتوجات البيروليز. يعني انا كنت نعتقد ديما على انه ربما الفران ديال الضو اللي ماشي صحي، والعكس. لا الفران ديال الضو صحي، لان بالعكس الفران ديال الضو فيه غير صهد، فيه غير سخونيه. وحتى فرن الحطب كانوا النساء حتى ما يبقاش الدخان، حتى ينتهي الدخان ويبقى غير الجمر، عاد كيرميو الخبز في هذا الفرن، ما كانش هذا. فيعني خير ان شاء الله. فباقي الحمد لله، باقي المغاربه كيخبزوا في الفرن الحطب، وباقي المغاربه عندهم خميره بلديه، باقي الناس بعدا كيدلكوا العجينه على الاقل، لان هذا النساء دابا اللي كيفتخروا بهذه الاله ديال العجينه، هذه الاله ما كتعجنش، هي كتضرب دقيق، ما كتعجنش، هي غير كتضرب دقيق، هي سي باتور. وهذيك الدقيق ملي كيتضرب هي عندها واحد لوبرا، واحد هذاك كتدور باش كتخلط العجينه، هو خلاط. وهذه العجينه خاصها تدلك، علاش؟ لان ملي كندلكوا العجينه هذوك الحبيبات ديال النشا ستارش ديال لاميدون، هاد الحبيبات ملي المراه كتدلك هادو اكرازمون، يعني كترتقوا هاد الحبيبات وكيشربوا الماء بشويه، كتبقى المراه تزيد كتدلك وتزيد الماء، تدلك وتزيد الماء، معناها كتبقى تشرب هذاك الدقيق، كتشرب الماء بشويه. مع الاخر ملي كتطلق العجينه كيلاحظوا النساء كيلاحظوها كترخى العجينه، كتطلق تما انها تساتوري، يعني الحبيبات ديال لاميدون شربوا الماء مزيان. ملي كتسطيح بالعربيه، اللغه العربيه كنقولوا التسطيح او التقراص، كنقرصوها يعني هذه. فهذه العمليه هذه يعني المراه تعرف راسها واش العجينه مدلوكه ولا لا. الا كانت ريزيستونت، الا كانت كتقاوم التقراص، راه باقا ما مدلوكاش. الا قرصتها بسهوله، هذيك كانت مرخيه وعطات واحد كانت مطلوقه مزيان، داكشي كتقدر يعني كتسطح بسهوله يعني في هذه، وكتخمر مزيان، قد ما دلكت مزيان كتخمر مزيان.